سؤالين، ودايما السؤالين مربوطين ببعض. عايز اعمل تنظيف بشره، عايز افتح بشرتي. طبعا كل اللي شرفونا في ليلي سنتر الاسبوع اللي فات ده، احلى حاجه في الموضوع ان هم بيقولوا حاجتين: يا اما ناس بتيجي عشان تكرر الجلسه لان هي منبهره بالنتيجه وعملت تنظيف بشره في ليلي سنتر كذا مره، يا اما ناس جديده بتقول انه كتير قوي رشح لي ليلي سنتر عشان نيجي نعمل فيه تنظيف بشره. بعد لما عملنا الفيديو اللي كنا بنتكلم فيه عن كريم نتائج الطبيعه للتفتيح، كل اللي خده من ليلي سنتر بجد جه او بعت لنا ريفيو عنه انه بجد كان انبهار. كريم تفتيح خطير، واهم ميزه فيه انه ملوش اي ضرر على بشرتك. في زيارتك اللي جايه ليلي سنتر وانت بتجمعي طلباتك، تقدري وانت مطمنه تطلبي كريم التفتيح نتائج الطبيعه. طبعا كريم التوت البري لنعومه البشره لو عايزه بشرتك تبقى ناعمه اكتر، تفاح لو في مشكله بقع داكنه، جوز الهند للترطيب، والبقدونس لتفتيح البشره عشان يحارب مشكله التصبغات، وكمان النعناع عشان نضاره اكتر. وزي ما دايما بنقول، اي كريم او اي سيرم او اي حاجه بتحطيها على بشرتك لازم الاساس الروتين التنظيف الشهري. هتيجي ليلي سنتر وتعملي جلسه التنظيف وتاخدي كريم التفتيح وتستخدمي اي كريمات او اي سيرم على بشرتك وتاخدي منه فايده 100%، وكل ده بكام؟ ب